تخيل معايا منتخب وطني كتوصل فيه نسبة اللاعبين المجنسين أكثر من 70%. هذا واحد من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في أوساط الكرة العربية هاد الأيامات، موضوع المنتخب الإماراتي وقضية تجنيس اللاعبين. غادي يجي شي واحد يقول لك لا فرنسا وألمانيا وهولندا حتى هما كيجنسوا اللاعبين، أو لا فرنسا دات كأس العالم باللاعبين مجنسين. هنا كاينه واحد المغالطة، كاين فرق بين لاعب تزاد مثلا فرنسا تربى فيها وتكون في المدارس الكروية ديالها ومن بعد قرر يمثلها على القناعة، وما بين لاعب آخر ما عنده حتى علاقة بواحد البلاد فقط كتجي الجنسية بطريقة مادية باش يمثلها. هذا النوع ديال التجنيس ما عمرو يعطيك سواء في كرة القدم ولا أي رياضة جماعية على المدى الطويل، كيعطيك فقط حلول ونتائج مؤقتة، وبلا ما نساو أنه كيخرج على التكوين المحلي وكيسبب الإحباط للمواهب اللي عندك، وبهذا الأسلوب مستحيل تطور الرياضة في بلادك وبالضبط كرة القدم. فالمنتخب الإماراتي اللي كنهضروا عليه دابا مثلا على مدى التاريخ عطى بزاف ديال اللاعبين في منطقة الخليج، بحال عندنا الطلياني الهداف التاريخي ديال المنتخب الإماراتي فهد خميس وعلي مبخوت وإسماعيل مطر. والمنتخب الإماراتي سبق ليه تأهل المونديال إيطاليا 1990 فواحد الإنجاز اللي كان آنذاك تاريخي بالنسبة للكرة الخليجية بدون أي لاعب مجنس. باش نوضح للإخوان الإماراتيين هذا الموضوع ما فيه حتى نقص من قيمة المنتخب الإماراتي اللي كنحترمه بزاف، وهو فقط نقد بسيط على هذه السياسة الكروية اللي كترسم مستقبل مجهول للكرة الإماراتية. ما تنساوش تخليوا لي الرأي ديالكم في التعليق، ونتلاقاو في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم.